فنانين ازيكم؟ تعالوا النهاردة نكمل تظليل في الرسمة اللي بدأناها الدرس اللي فات. زي ما اتعودنا دايما نبدأ تظليل بالقلم الخفيف وبعدين نبدأ نزود بالدرجات الغامقة. ما تبدأش بالدرجات الغامقة الأول. الطبقات اللي احنا بنضيفها بال HB وال 2B بتخلي التظليل سلس، بتخلي التظليل ناعم، وبتخليك عندك قدرة ان انت تعدل في الرسمة لو ظهر فيها اي اخطاء قبل ما تضيف الدرجات الغامقة. دلوقتي بعد ما ضفنا الطبقة الخفيفة جبنا ال 2B ونبدأ نشوف الأماكن اللي محتاجة طبقات تانية ونضيف عليها طبقات. متجيبش القلم ال 2B أو أي قلم غامق وتشتغل على الرسمة كلها من غير تركيز، لأ، شوف المكان اللي محتاج يتغمق، زي الجفن اللي فوق العين، الجزء اللي عند المدمع بيكون فيه ظل، وتبدأ تزود على الأماكن دي طبقات. الأماكن الفاتحة تسيبها خالص في الطبقات اللي ضفناها من الأول، ما تزودش عليها تاني. الصعوبة كلها بتكون في التدريج، ان انت الطبقات اللي بتضيفها بالقلم الغامق تدرجها على الطبقات الخفيفة اللي موجودة قبل كده، وده عن طريق ان انت بتخلي الطبقات خفيفة فوق بعض عشان تندمج مع الطبقات اللي موجودة قبل كده. زي ما انتوا شايفين كل طبقة بضيفها بتبقى خفيفة وتبقى مندمجة مع التظليل اللي موجود قبلها. الرموش تخليها للآخر خالص بعد ما تخلص تظليل البشرة. بنغمق الجفن اللي فوق العين، بتغمق الجفن اللي تحت العين، بتغمق الجزء اللي فوق المدمع بيكون فيه ظل. دلوقتي نبدأ في الحواجب. برضو ببدأ بال2B أو ال4B. أهم حاجة إن أنا ألتزم باتجاهات الشعر، لازم القلم يكون مبري كويس علشان سمك الشعر ما يبقاش كبير، فبنستخدم سن القلم نخلي الشعر رفيع جدا ونزود كتير بالشكل ده لحد ما يظهر معانا شكل الحاجب. حاجة مهمة تانية في رسم الشعر ان انت لازم تخلي في الشعر اطراف، سواء في الرموش او في الحواجب. هنيجي دلوقتي نرسم الرموش بقلم 6B. تسحب كل شعرة بالشكل ده وتخلي فيه اطراف في اخر الرموش، ما تخليهاش كأنها مقصوصة. طبعا اتجاهات الشعر مهمة جدا سواء في الحواجب او في الرموش. لازم درجة الرموش تبقى أغمق بكتير من درجة البشرة، فبنجيب قلم 6B بنضغط على القلم عشان نطلع درجة أغمق من البشرة، بحيث إن الرموش تبقى ظاهرة قدام عيننا، ما تندمجش مع البشرة. نفس اللي عملناه في العين اليمين هنكرره في عين الشمال. هنجيب دلوقتي القلم الخفيف HB أو H ونبدأ نظلل في الرسمة كلها. فهنضيف طبقات على البؤبؤة. لو لاحظت اي حاجة محتاجة تتعدل عدلها، انت لسه دلوقتي في التظليل الخفيف، تقدر تعدل، تقدر تمسح، لكن مجرد ما بنستخدم الدرجات الغامقة كل الحاجات دي بتكون صعبة شوية. زي ما اتفقنا قبل كده دايما نبدأ نظلل بالأماكن الغامقة، ضفنا فيها تهشير بسيط، وبعدين نبدأ نجيب
القلم ال6B ونغمق البقبقة، وتستخدم سن القلم عشان تحدد البقبقة بالظبط. الأجزاء الصغيرة اللي فيها تفاصيل تقدر تظللها بشكل سيركلز أو تحرك القلم بشكل دائري في نفس المكان عشان تعرف ترسم التفاصيل الصغيرة. دلوقتي هنغمق برضو الجفن اللي فوق العين. الأبيض اللي جوه العين مش هنسيبه أبيض صريح بلون الورقة، هنضيفله طبقة بال2H عشان الشكل يبقى واقعي أكتر. دايما خلي طبقات التظليل في اتجاهات مختلفة. لما تضيف طبقة معينة في اتجاه معين، خلي طبقة التهشير التانية في اتجاه مختلف عشان الخطوط تبقى متداخلة، فما يظهرش معاك فراغات ما بينهم في الآخر. كل الطبقات دي بقلم خفيف، قلم 2H. طبعا في إضاءة في منتصف الأنف ما بين العين اليمين والعين الشمال، دي بنخليها فاتحة خالص وندرج عليها الأجزاء الغامقة اللي جنب المدمع. دلوقتي هنحدد اتجاهات الشعر في الحواجب. زي ما انتم شايفين كل جزء في الحاجب بيكون ليه اتجاهات شعر مختلف بناء على الصورة او الاصل اللي انت بترسم منه. فمهم جدا ان انت تلتزم باتجاهات الشعر اللي موجودة في الصورة، عشان دي بتكون من الحاجات المميزة للشخص اللي انت بترسمه عشان تظهر الشبه. دلوقتي جبنا القلم ال6B وهنغمق اكتر في الحواجب. دلوقتي هنرسم الرموش بقلم 6B. زي ما اتفقنا هنستخدم سن القلم عشان الرموش تبقى صغيرة جدا. نسيب أطراف في آخر الشعرة بتاعة الرموش، ونكمل العين كلها على حسب طول الرموش في كل جزء في الأصل اللي احنا بنرسم منه. وبعدها هنزود طبقات على البشرة زي العين اليمين بالظبط. فهسيبكم تكملوا الفيديو، وان شاء الله استنونا الدرس اللي جاي. ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناة عشان يوصل لكم الدروس اللي جاية. اشوفكم على خير الدرس اللي جاي.